أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وصفته من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، إخواني الكرام، في سورة البقرة ومع الآيات من 214 إلى 217 يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن فسرنا طبعا بالأمس: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه الآيات تكلمنا فيها بالأمس عن علو كعب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات والصبر، ورغم ذلك حدث لهم من الفزع والزلزلة والتعب والعنت الكثير، فيصبرهم الله سبحانه وتعالى ويبين لهم أن الذين كانوا من قبلهم تعرضوا لأكثر من ذلك فصبروا، يعني يعطيهم الفور بيلد ولا القدوة حتى يعرفهم. ولما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه أن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأرضاه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. يعني جاءه خباب بن الأرت من كثرة العذاب اللي تعرض له الصحابة في مكة، راح لقى النبي صلى الله عليه وسلم حاطط البرد بتاعه متكئ عليه في الكعبة، فقال له: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا. يعني هذا معناه إيه؟ بالضبط كما وردت الآية، يعني زلزلوا حتى يقولوا متى نصر الله، فبيقولوا له: ادعي لنا، خلي النصر ينزل بسرعة، اطلب النصر. الألف والسين والتاء في اللغة العربية للطلب، وأقول استفسر يعني طلب الاستفسار. في هذه الآية استخبر مثلا يعني طلب الخبر، هنا استنصر يعني طلب النصرة، فبقول له: ألا تستنصر لنا، اطلب لنا النصرة، يعني يستحث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي أراد صلى الله عليه وسلم أن يعرفهم أن الجنة ليست بالمجان، الجنة تبغي ثمنا، وثمن الجنة غال، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والنبي ما قالش الكلام ده من فراغ، ده النبي قال الكلام ده من تربية الله له، وكمان توصية ورقة بن نوفل له. أول ما جاء بالدعوة راح لورقة بن نوفل، خدته السيدة خديجة الزوجة العاقلة وودته لورقة، وكان من الكبار أصحاب الحكمة والتاريخ والمعرفة، فقال له: يا ليتني كنت جزعا، يا ريتني كنت جزعا يعني قويا يعني شابا حينما يخرجك قومك. قال له: أو مخرجية هو، وأنت بتقول أنا عندي علامات النبوة واللي بيأتي هذا وحي وأنا جاي لهم بالخير من الله يخرجوني؟ قال له: ما أوتي أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قومه. يا ابني هذا مش جديد، هذا مش جديد، تاريخ الأنبياء بيقول كده: الحق والباطل. ما في واحد دعا إلى الصلاح في قومه إلا أخرجوه. اقرأ إن شئت قصة صالح: يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وقبل كده وانت
معانا وعلى عاداتنا وتقاليدنا وكفرنا كنت زي الفل. أما دلوقتي تأمرنا أن نترك آلهتنا، ده أنت وجيت يا صالح. مش أنت طبعا صالح النبي. وسيدنا لوط يقول لهم إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء وتأتون في واديكم المنكر. ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. ليش؟ إيه ذنبهم؟ نضاف، إنهم أناس يتطهرون. وهكذا ما في قوم إلا كما قال موسى ففررت منكم لما خفتكم. يعني فهذه سنة. فقال له ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أخرجه قوم. فهذه تسمى التربية. أنت لما تكون متربي على هذه المعاني زي ما قلنا بالأمس، الله سبحانه وتعالى بيوري لك طريق الحق، بيديك خريطة الطريق، بيقول لك هو مليان هذه. رخر ورقة بن نوفل من أول يوم ما قالوش ده أنت هترفع فوق الرؤوس وهتفتح مكة وهتبقى سيد الكون لا لا لا، قال له خلي بالك طالما الحق واضح معاك كده هتحارب. ده تخويف ولا تبصير؟ في فرق بين التخويف والتبصير. انا ما بخوفكش، انا ببصرك. عشان كده الواحد يقول ايه؟ ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. انا بدعو على بصيرة، مش بدعو كده وانا مش عارف ايه اللي انا بعمله ده. لا، ده انا بدعو الى الله على بصيرة. انا ادعو الى الله وانا فاهم انا بعمل ايه. احد العلماء اللي كانوا مسجونين ايام جمال عبد الناصر في السجون من علماء الدعاة السابقين، القاضي بتاع المحكمة بيقول له انت تقول في الحكم انه ليس اسلاميا وانك تريد حكما اسلاميا في البلاد وسجنت من اجل هذا. قال له امال يعني انا السلاسل في رجليا دي جاي عزي يعني؟ شوف في وسط المحكمة. قال له امال وانا جاي عزي؟ انا جاي احضر عزا عندكم هنا؟ طبعا انا جيت هنا عشان الحكايه دي، جيت عشان بقول اللي انت بتقوله ده. يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. عشان كده احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى لانه كريم، بصرنا وعرفنا عشان يهدي نفسك. خلي المسلم نفسيته قويه، خافش، فانهم لا يكذبونك. هم عارفين ان انت صادق، هم كذابين. هم بآيات الله يجحدون. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم جاحدين، هم ما بيكذبوكش، هم بيدوروا على مصالحهم. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بصرنا وعرفنا. والنبي بقى اللي متربي على هذه المعاني وربنا يقول له ياسين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، ويقول له هو كمان فاصبر. لمن الأمر هذا؟ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمن معه، كما صبر أولو العزم من الرسل. يبقى خلي بالك في قبلك بيلد، في قبلك قيادات وقدوات لك. الأنبياء السابقين تعذبوا وصبروا. نوح قعد 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الآخر التقرير إيه؟ وما آمن معه إلا قليل. يا 1000 سنة إلا 50 وآمن قليل. في روايات 9، في روايات 9 اللي آمنوا في 1000 سنة، وفي روايات 40 في 1000 سنة ما آمن معه إلا قليل. في الآخر حمل سفينة مليانة شوية بشر مؤمنين والباقي حيوانات، من كل زوجين 2 وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. وموسى عليه السلام شفتوه ماذا فعل فيه فرعون. وعيسى عليه السلام
أرادوا أن يقتلوه فرفعه الله سبحانه وتعالى إليه. وسيدنا إبراهيم عليه السلام رفعوه على المحرقة ووضعوه في قلب النيران، فقلنا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ربنا بيقول له انظر لأولي العزم من قبلك من الرسل، شوف كيف صبروا، كيف تحملوا، وكيف عانوا من أقوامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه نبي معلم، أول ما جاءه هؤلاء حب ينقل إليهم ما عنده من الرسالة. طريق الحق ليس يسيرا، طريق الحق عشان تقول الحق وتمتلك الحق لازم تعرف انك هتعطي ضريبة التزامك بالحق وثمن الجنة. ومش معنى ان انا بشوف ناس بتتعذب يبقى هم على الباطل، لا. مش معنى ان الدعاة والمسلمين دخلوا السجون يبقى هم رواد سجون يعني، لا، ده فخر لهم لانه دخل في الحق. ولذلك كان احد دعاتنا زمان واساتذتنا الكبار ابنه راح يزوره في السجن وهو من العلماء مسجون لانه بيقول كلمة الحق. فابنه راح يزوره في السجن فلقاه الحديد في رجليه والحديد في ايديه، فقعد يبكي، فراح ضربه بالقلم وقال له قوم روح، بتبكي على ايه؟ وابوك مسجون في عنزه؟ يعني ابوك ما سارق عنزه مسجون بيها؟ انا مسجون لله، انا مسجون لاني داعيه. ابن تيميه اتسجن واحمد بن حنبل اتسجن وعلماء المسلمين سجنوا. انا في السجن حرام؟ انا ما عنديش جريمه مخله بالشرف، ده انا عندي جريمه موجبه للعزه والشرف، لان انا وقفت للباطل وقلت كلمه الحق. ما رضيش لابنه انه يقعد يبكي جنب منه، قال له روح امشي، انا هنا للحق مش للباطل، ده شرف لنا. وهكذا الاستاذ وجدي غنيم ده المشهور ده مره يدينا اراء كده متشدده جدا ومره يدي اراء لطيفه. كان برضه في السجن ايام الرئيس المخلوع، وكان معاه استاذ من الاساتذه الكبار في السن اكبر منه ب 20 30 سنه اسمه الاستاذ فؤاد حموده، وهو يعني كان في الاربعينات، ولكن الاستاذ فؤاد ده في السبعينات. فالعسكري يعني والضابط اللي واخدهم من السجن للسجن او من الترحيله للمحكمه اشفق عليهم، فقال له يعني ما تربطش ايد الاستاذ، ما تربطش ايدهم يعني بالكلبشات يعني، لان ممكن تضايقهم طول السكه يعني. ففك ايد الاستاذ فؤاد وساب ايد الاستاذ وجدي مربوطه. فالاستاذ وجدي قال له ايه؟ خد يد هنا، تعال يا استاذ فؤاد تعال. قال له ايه؟ قال له خد يد حط له الكلبشات. حط له الكلبشات؟ لماذا؟ فلحتى الاستاذ فؤاد هو اللي بيحكي، قال انا قلت له يا ابني ليه يا وجدي؟ ما خلاص الراجل عنده ذوق وحب يريح ايدينا شويه. قال له لا، حط يد الكلبشات. تريح ايه؟ امال هتقول لربنا يوم القيامه ده ديت اللي هتيجي شهاده ليك ديت يوم القيامه. قول له عذبوني، حط يد الحديد هنا. ثقه في ان احنا في الحق وان ده كله اجر والبلاء له اجر يوم القيامه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بكل استهانه، ودي اسباب القوه يا اخوه، انك تستهين بمستوى التعذيب اللي بيقدمه لك عدوك ومستوى التضييق اللي بيعمله لك عدوك عشان ما يأثرش عليك. كل استهانه. قال لهم وماذا فعل بكم؟ ايش يعني اللي حصل لكم؟ بيضربوكم؟ بيجلدوكم؟ يحطوكم في الجبل في الحر؟ ماذا فعل بكم؟ لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم. حكى لهم بقى ايه؟ ولما يأتكم مثل الذين ايه؟ خلوا من قبل. فبيقول لهم لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيجاء بالمنشار فيوضع في رأسه فيجعل نصفين. حطوا المنشار في رأسه ويشقوه اتنين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. يمشطوه كده، يفصلوا اللحم عن العظم بالمنشار. وما يصده ذلك عن دينه، وما يصده ذلك عن دينه.
وكانوا بيمسكوا بالدين تمسكوا به. وربنا ذكر لنا هذا الاستضعاف اللي العلماء يقولوا عليه استضعاف إيجابي. هم مستضعفين. قوم صالح قالوا لهم قال الملأ الذين استكبروا للذين استضعفوا منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا وإنا بما أرسل به مؤمنون. يعني احنا واخدينك ومربطينك وبنعذبك وجايين دلوقتي نسألك ها مؤمن لسه بصالح؟ تعرفوا ان صالح مرسل؟ قالوا احنا مش بس نعرف، لا وإنا بما أرسل به مؤمنون، وكمان احنا مؤمنين. وده سموه استضعاف إيجابي، رغم ان هم يعني مستضعفين لكن عندهم ايه؟ إيجابية. ما رضيوش بالهوان، ما رضيوش بالظلم، ما رضيوش بالمسكنة للظالمين. عشان كده أكرمهم الله سبحانه ونصرهم وأنزل عليهم جنده ونصر دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ربنا هيتم لكم الأمر هذا لحد كده ما تخرج الضعينة من مكة أو من المدينة إلى العراق. يا ده مثل تاني في حديث تاني. ده الرجل يمشي من صنعاء إلى حضرموت، شوف بقى مدينتين في اليمن قد إيه يمشي كده بينهم مش خايف من حاجة، لا يخشى إلا الله. أو بقى يكون الذئب على الغنم، يخاف الذئب ياكل غنم، ده حاجة تانية. وقبل كده يقول حتى تصير الضعينة إلى العراق ليس معها أحد. يعني حتى المرأة، بعض العلماء استشفوا أن المرأة إذا سافرت وحدها بطريق آمن أو في صحبة آمنة لا تحتاج إلى محرم، بدليل هذا الحديث. لأن الحديث إزاي يعني الضعينة؟ يعني المرأة المسافرة ليس معها من يحميها فتسافر من المدينة لبغداد ويجوز لها، لا ما دام الحديث قال كده بلا محرم لأنها لا تخشى. والمحرم لمن خاف عليها أو خاف منها الخيانة. عشان كده بعض العلماء أباحوا اللي تسافر إلى الحج في رحلة حج مع مجموعة من النساء وفريق من المؤتمنين من الرجال، فيجوز لها أن تسافر بدون محرم إذا توفرت رحلة الطيران بطاقم أمني وتأكيد حجز واستقبال من يستقبلها هناك وهذا كله، فتعتبر الرحلة آمنة مش زي الإيه الرحلات التي يخشى عليها فيها. فهذا طبعا تتغير هذه الأحكام بتغير الأمن. يعني لو البلاد اللي ما فيهاش أمن الآن وفيها تفلت وفيها كذا يبقى لا يجوز للمرأة أن تخرج وحدها من محافظة إلى محافظة لأنه ما عادش في أمن مثلا، فحسب تغير الأحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولكنكم قوم تستعجلون. انت جاي تقول لي ادعي لي تصرني استنصر لي، لسه اصبر إلى أن تمتحنوا وتسألوا وتنجحوا في الامتحان، وقتها هيمكن الله سبحانه وتعالى لكم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب. وفعلا النصر كان قريب، يعني سنوات قليلة بعد الهجرة وانتصروا. وإحنا برضو كذلك إن شاء الله النصر في كل هذه الانقلابات التي تحدث قريب إن شاء الله. الخير قريب والنصر قريب، ولكن احنا اللي بنستعجل. فعلينا بعض الصبر ولا يضرنك كثرة الهالكين وقلة السالكين. علماءنا يقولوا كده التزم بطريق الحق ولا تكترث، ما تهتمش بكثرة الهالكين وقلة السالكين. ممكن تبقى ماشي في طريق الحق تلاقي حواليك حبة قليلين قوي وتلاقي اهل الباطل كتير قوي. ما تتغرش يعني تقول ده الباطل دول احسن مننا، لا. افتح التلفزيون كده كل القنوات بتشتم في الرئيس محمد مرسي، وده معناه انه غلط يعني؟ لا، معناه ان كلهم مأجورين واخدين فلوس. وافتح قنوات تونس كده تلاقي كلها بتشتم في الحزب النهضة، وده معناه ان هو غلط يعني؟ لا، ده معناه ان هم مأجورين ودولة
عميقة وناس أصحاب مصالح وخايفين على مصالحهم. نفس إيه، افتح قنوات لبنان ولا قنوات سوريا ولا وشوف، هتلاقي الفساد والعري هل معنى هذا ان الفساد والعري ده اصل عند المسلمين؟ لا، هو بس الاسلام غايب. الاسلام غائب، هيرجع ان شاء الله وهيظهر ان شاء الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. الصحابة بيحطونا في هذه الآية عند الأدب المطلوب مننا جميعا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني إيه؟ يعني ما تعملش حاجة قبل ما تاخد تصريح من الله ورسوله. مش انت عايز تنفق؟ اسأل، لأنه الدين كما تكلمنا من قبل في الآيات اللي بتبين يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الدين يشمل كل حياتك، فلا بد انك انت تسأل قبل ما تقدم على عمل ما: هل هذا يحله الله ولا لا؟ وأعطي مالي لمن وبأي كيفية؟ طبعا، لأنه الإسلام ما ترك لنا شيئا إلا علمنا إياه. والمسلم يسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والإسلام في كل جارحة من جوارح جسمك له فيها 5 أحكام: حلال وحرام ومباح ومستحب ومكروه. كل جارح. العين، في حاجات في حق العين حرام، انك تنظر الى عورة الناس. وفي حاجات في حق العين واجب، كأن تنظر في الطريق الذي تسير فيه حتى لا تقع، او تنظر في الطعام قبل الاكل فاسد ولا صالح، او تنظر الى زوجتك، او تتفقد جندك، واجب. وفي حاجات مباحة، يعني يباح لك انك كنت ماشي في الطريق تشوف المحلات، تشوف السيارات، تشوف محلات بيوت غير مسكون، مباح يعني ما. وفي حاجات مستحبة. يعني ايه مستحبة؟ يعني يفضل، يعني لو عملتها تاخد اجر، لكن لو ما عملتهاش لا ذنب عليك. زي التفكر في خلق الله، هذا امر مستباح. انك تصحى الصبح كده مباح تقف كده في البلكون ولا الشباك، تنظر الى الشمس، الى الندى وهو نازل، الى الاشجار تتفتح، الى شويه عصافير بيصوصوا حواليك ولا يشقشقوا، تنظر الى نهر كده، شويه البط اللي عايشين دول، تنظر الى ابنك اللي كبر كده وتشوفه هو كان صغير، تعمل ايه؟ هذه النظره يسموها نظره تامل وتفكر. وتامل ساعه خير من عباده سنه. شوف، تامل ساعه يعني ممكن يعود على قلبك بايمان شديد. وهذا مستحب بالعين. مستحب يعني ايه؟ ناخد اجر اذا عملناه، لكن اذا ما عملناه ما ناخد سيئة. وفي العين مكروه، مش حرام لكن مكروه. يعني ايه مكروه؟ يعني اذا ما عملتوش وتركته اخد حسنات، لكن يعني اذا عملته لا اخد سيئات، هو مكروه. لكن اذا تركته لله لان الله يكرهه وانا مؤدب، يبقى اخد عليه حسنات. كأنك وانت ماشي تلاقي واحد بيقرا في كتاب فتروح باصص كده نظرة تطفل، يعني مالك انت؟ واحد ماسك الايفون بتاعه عمال يشوف الصور مش بيشوفها، مالك انت؟ ده تطلع على الغير، يعني نوع من ماشي شبابيك الدور الاولاني مفتوحه ولا بتاع، فانت عمال ماشي عمال بص على كل حاجه، روح نازل لك نظره على الشباك ده، ما ينفعش. هذه حاجات مكروهه، فاذا تركتها لله سبحانه وتعالى تاخذ عليها اجر. هذه بالنسبه للجارحه. لو قعدنا نقول
الواجب والمكروه والمباح والمستحب والحرام في كل جارحة تجد. اللمس، تلمس زوجتك واجب، تلمس امرأة محرمة حرام، تلمس شيء لتتعرف عليه هذا سخن ولا بارد حتى لا تؤذى، فيبقى انت واجب انك تعرف المية سخنة باردة بدل ما تحرق جسدك، وهكذا. كل حاجة ليها حل وليها حرمة، الرجل، الفم، الأذن، عشان كده الأمر مش متساب هو. فالصحابة مؤدبين. احنا هندفع بالإيد دلوقتي، الدفع اللي باليد ده هذا في المال، هذا في حق للناس دول، وكيف ننفق من أموالنا، ماذا ننفق؟ فأجاب الله عليهم واهتم بسؤالهم فقال سبحانه وتعالى: قل ما أنفقتم من خير، يعني ما تنفقون من أموال لكم، أو ما تفعلوا من خير، ما تقدموا من مال، فللوالدين. يعني أول ناس يستحقوا نفقتك الوالدين، رحمكم الله. أول ناس يستحقوا النفقة والعطاء الوالدين. وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير دينار ينفقه المرء دينار ينفقه على أهله، زوجته، أولاده، أمه وأبوه. ثم قال: أنت ومالك لأبيك. فخير ما تنفق، يقول الله سبحانه وتعالى، للوالدين. طبعا يعني المكانة الوالدين لا يأخذون مني من الزكاة إلا إن كانوا فقراء معدمين لا يجوز، أو يجوز النفقة عليهم زكاة. ولكن إذا وصل الأب والأم إلى درجة المعدمين يصيروا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الابن البار صاحب المال، فيخرج الأب والأم من إطار أصحاب الزكاة، ما ياخدوش من زكاة مال. ليه؟ لأن ده مين؟ أبويا وأمي. فلما أديهم من إيه؟ من حر مالي. الله، هو في حر مالي وفي زكاة مالي؟ طبعا. زكاة مالك دي مش بتاعتك. زكاة مالك مش المال ديالك، يعني مش الزكاة تبعك، مش فلوسك، مش مصاريف عشان تتصرف فيها تديها لأمك وأبوك، يعني مش بتاعتك. مش هقول لك هو مال أبوك. زكاة المال دي مش مال أبوك، دي زكاة المال دي مال الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام. ما لما أبويا وأمي يبقوا معدمين أعطيهم من حر مالي. هو أنت بتدي لزوجتك وأولادك من مال الزكاة كمان؟ لا طبعا. أنت ما دام عندك فلوس وبلغت النصاب وعليها زكاة، فتعطي لزوجتك وأولادك حقهم الشرعي في النفقة، مش مال زكاة، مش مال زائد. دول ما لهمش عندك حق في الزكاة، دول لهم عندك حق في أصل المال. أما الأم والأب إذا كانوا مش معدمين، يعني ما همش في مسؤولين منك، يعني فتنفق عليهم بقى من إيه؟ البر والهدية والصدقة، ما يبقاش من زكاة المال، بس تنفق برضه، بس ما تبقاش هنا بقى واجبة، تبقى إيه؟ تبقى مستحبة بقى، لأنك أنت الآن الأم والأب أغنياء مستورين مش محتاجين منك شيء. فلما بتعطي لأمك بقى صدقة، هدية، نفقة من عندك كده، محبة، ده يبقى اسمه شيء مستحب. أما إذا وصلوا إلى حالة العوز يبقى أنت المسؤول عن النفقة، برضه ما ياخدوش من المال. لا ياخد من المال أخوك لما يكون حالة عوز وبيستحق الزكاة من الناس التانيين، فالأولى إن أنت إيه؟ تديله. الأقربون أولى بالمعروف. شفت في خبر قرأته كان عجيب لكل أصحاب القلوب الميتة، نسأل الله العافية. مدير بنك في دولة عربية أو في دولة يعني من دولنا
داخل في الصباح فلقى امرأة عجوز كده واقفة في الطابور متعبة عمالة تركن على الحيطة دي شوية. فهو مدير بنك خلوق يعني راح قال لها يا ستي لماذا تقفين في الدور؟ تعالي 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 تعالي، انت تعبانة كبيرة في السن. ودخل على جوه ونده للموظف قال له يا اخي هذه السيدة واقفة في الطابور وهذه كبيرة السن، يعني من حقها تاخد اول واحدة وتمشي، فشوف ايش المصلحة بتاعتها اللي لها في البنك. قال لها يا ست انت عايزة ايه؟ قالت له في حوالة يا ابني. فموظف البنك دخل، ابنها بيبعت لها حوالة شهرية وبتيجي كل شهر تصرف الحوالة من البنك. ابنها بيشتغل في دولة خليجية. عارفين مدير البنك لقى الحوالة بتاعتها جاية عند موظف البنك ب20 جنيه. عارفين ال20 جنيه دي يعني كام؟ يعني 2 ايرو و10 سنت. ابنها بعت لها من دولة خليجية 2 يورو، بعت لها 20 جنيه لا تشتري بها دجاجة واحدة فقط، لا تشتري بها أكثر من وجبة غداء. بعت لها 20 جنيه ابنها البار. فالضابط لما المدير البنك لما لقى قال لها ست انت جايه تقفي في الطابور ده تقفي كل شهر عشان تاخدي ال20 جنيه؟ طب اقول لك انا حاجه بقى، انت تروحي تقعدي في البيت وانا هبعت لك مندوب من البنك كل شهر بصدقه من البنك تصل الى 200 جنيه. تروحي اقعدي في بيتك، اقعدي في البيت. حاجه غريبه، ماتت قلوب الابناء يعني. وهكذا نسال الله العافيه. فالله سبحانه وتعالى يقول للوالدين والاقربين. هنا بقى الاخ بقى اقربين بقى يبقى ايه؟ يبقى الاخ، العم، الخال، ابن العم، ابن الخاله. وربنا هو ماشي اهو الاقربون اولى بالمعروف. مش معقول يعني اخوك بياخد زكاه من الناس وانت عايش في القصور هنا. يا اخي اعطي لاخوك، ابعت له، اعطيه، عرفوا عن وهذا المال يسمى ايه؟ صدقه. صدقه منك يسمى ايه؟ زكاه. بس في تحفظ ان لما انت تكون خارج اموال الزكاه واخوك ولا عمك ولا عمتك من الفقراء اللي بيسالوا الناس يعني محتاجين، ما تروحش تديهم برضو زكاه مالك كلها. لان زكاه المال في الايه بتاعت سوره التوبه متقسمه على 8 اقسام: فقراء ومساكين وغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب. فانا لو اعطيت انا الاقاربي، بقيت الفقراء اللي ما لهمش اقارب هياخدوا منين؟ من يعطيهم؟ لو كل واحد اعطى الاقاربه واللي ملوش اقارب ده هياكل منين؟ فما ينفعش. فانت تعطي جزء من مالك لاقاربك المحتاجين، مش اللي ليسوا محتاجين. طب واللي ليسوا محتاجين دول وانا مسافر اديهم ولا لا؟ تديهم. تديهم ايه؟ هديه، صدقه من مالك. اما الزكاه فلا تعطى الا لاصحابها. فإن كان من قرايبك معدمين ياخدوا زكاة ليس عندهم ما يكفيهم، اعطيهم جزء ووزع على في سبيل الله. ما لو كل واحد ادى قرايبه المساجد والمستشفيات والمدارس الخيرية منين هتصرف؟ دي كل المشروعات الخيرية بتصرف من أموال الناس. فلو كل واحد اعطى لأهله هتقف هذه المشروعات. وابن السبيل هذا ولا الغارم اللي عليه ديون من التجارة ولا كل هؤلاء فك كرب لهم من أموال إخوانهم المسلمين. فيقول الله سبحانه وتعالى للوالدين والأقربين، ثم يقول واليتامى. الأيتام معروفين: من مات أبوه فهو يتيم ومن ماتت أمه فهو لطيم. وطبعا الأيتام اللي يموت أبوه وهو لسه تحت سن 21 سنة يبقى اسمه يتيم يعني. لكن بعد ذلك بيبقى خلاص كبر ومن حقه أن يعتمد على نفسه. والمساكين الذي لا يملك قوت يومه وملبسه ومأكله. وابن السبيل من ضل به الطريق. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وأي خير تقدموه الله سبحانه وتعالى يعلمه. أيا كان الخير. السيدة عائشة شهدت يوما بتعطي الواحد سائل كده عنبة، مش قطف عنب يعني، عنبة واحدة بس. جه سائل فدخلت جابت له حبة عنب، حبة،
وبتديها له. واحد من الصحابة شافها، لا يا عائشة فيما ذلك؟ قالت تديله عنباية يعني هتعمل لك ايه ديت انت ولا هتعمل له ايه؟ قالت له يا رجل بها كم ذرة هذه؟ فيها كم ذرة؟ قال الكثير، الذرات دي حاجات. قالت له والله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يعني. فأنا قدمت يعني، بدل ما أقدمش حاجة خالص أنا قدمت. ورب درهم سبق 100,000 درهم. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وابن السبيل هذا يعني الذين انقطع بهم الطريق لأي سبب من الأسباب. وما تفعلوا من خير، وكلمة خير هنا جت نكرة للعموم، من خير أي نوع من أنواع الخير فإن الله به عليم، يعني لا يضيع الخير، الله أعلم به والله يكتبه لنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. وغدا نعيش إن شاء الله، مش غدا، لا يمكن بكرة وبعده أنا مسافر إن شاء الله إلى باريس لحضور مؤتمر برجي الأئمة والعلماء، ومؤتمر يحضره حوالي 160,000 مسلم في العاصمة باريس. فإن شاء الله أنا أعتذر عن الدرس غدا والسبت والأحد إن شاء الله. نسأل الله أن نجتمع بكم على خير.